السلام عليكم الاخوات الاخوان، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله الشيار المزابي. يعني كما كتعرفوا الشيار المزابي غني على التعريف، تبارك الله ما شاء الله. كاين البطبوط، كاين الشيار، كل واحد اشنو كيقول له. اليوم غنديروا لكم بواحد الطريقه بسيطه جدا. تبعوا معايا الفيديو البنات حتى الاخير، شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجي ناجح 100%. بالنسبه للبنات المقادير، خديت جوج زليف ديال الفينو وجوج زليف ديال الفورس يكون ممتاز، والفينو حتى هو كذلك. الفينو سبيسيال والفورس حتى هو يكون خاص بالحلويات، يعني الفورس الممتاز. خديت البنات معلقه ديال الخميره، والخميره حبيبات، يعني معلقه كبيره. الملحه على حسب العجينه اللي باغيين ديروا، يعني كل واحد على حسب القياس ديالو. السكر كيبقى اختياري، غير بالنسبه باش العجين ديالكم يجي محمر وصافي. صافي كناخذ انايا المدافي وكنخلط العجينه. هذه هي العجينه عندي دائما، هي اللي كندير. يعني كتجيني ساهله في العجينه ديال الخبز، في العجينه ديال البطبوط، في عجينه المسمن. ما شاء الله عندي العجانه ما بقيتش كنستعملها، لان هاد العجينه هذه هي اللي كتنجح ليا، وهي اللي كنديرها دائما، ولات معتمده عندي. شوفوا البنات، غير كنخلطها صافي البنات، وغنغطيها بالسلوفان ونخليها حتى تخمر، وغنرجع معاكم ان شاء الله. للامانه البنات، هاد العجينه راه خرجت منها الخبز وخرجت منها الشيار، يعني ما درتش هاد الكيلو كامل، يعني درتو شيار، درت القياس ديال الخبز ودرت القياس ديال الشيار. صافي البنات، ملي خلطتها غناخذ شويه الزيت وغنديرها فوقها ونخليها تخمر. كتضاعف الحجم ديالها، سيري ديري اللي عجبك يعني في دارك وسميتو تعجنها في الصباح، وغادا تخليها وترجعي تلقايها خمرات. هادشي اللي كاين البنات، يعني ما ديروها، ما تدلكو، بدون عذاب، بدون دلك، بدون حتى شي حاجه، يعني ساهله ماهله. صافي الاخوات، بعد ما خمرات خويتها من الهواء ديالها، وكنبقى نخبط فيها مزيان حتى كتاخذ واحد يعني كتولي العجينه خايط، يعني ما كتلقاوش فيها مشكل. كما درت ليها دابا، كندهن البوطاجي بالزيت وكندير مكورات، يعني راه خديت منها الخبز، وغندير دابا الكويرات على حسب اللي بغيت انا، بطبيطات يعني شيارات صغار، وكنحطهم. يعني راه ما كنحتاجش مازال يخمروا، يعني كديريهم غير في البوطاجي كتحطيهم، حيت اصلا العجينه خامره العجينه. صافي كندير المقله فوق البوطه، نخليها تسخن، وكنحطهم، كنبدا نقاد فيهم. انا درتهم شويه كبار، على حسب نتوما بغيتو ديروهم صغار ديروهم كبار ديروهم. وشوفوا البنات، راه كاين اللي كيبقى يدلك فيه انا شوفوا، راه هذيك هي العجينه اللي درت لي، وراه جا تبارك الله ما شاء الله بحال الشفنج. تبعوا هاد الطريقه اللي درت معاكم، وراه غينجح معاكم هاد الشيار المزابي، يعني معروف تبارك الله كيجي غزال. كل واحد اشنو كيقول له. كاين اللي البطبوط راه نتوما عارفين كيطيب بلا زيت. الشيار اللي كنقولوا ليه حنا الشيار المزابي كديروه بالزيت، يعني الزيت ماشي كتقليوه، يعني كترشوا المقله بالزيت. كندهنهم غير شويه بالزيت باش العجينه ما تنشفش ليا. صافي الاخوات، خديت الاولى اللي غنقرصها. ها نتوما يعني ما تقرصوش بزاف البنات. بعد ما قرصتها دابا درت المقله كتسخن. ها نتوما البنات، انا درتها في المقله، وغادي تشوفوا الطريقه ديال الخبيز ديالها. ملي كديروها في المقله غتخليوها حتى دير داك النبيل الفرقعات من الفوق، عاده قلبوها، ما تقلبوهاش وهي يلاه درتوها، ماشي هي بحال البطبوط. هاد القريصات ديال الشيار المزابي ما ديروش ليه بحال شكل البطبوط. شوفوا الفرقعات اللي كيتنبلوا من الفوق، شفتوا؟ والبوطه تكون متوسطه، البوطه ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحركش ليكم. صافي البنات، دابا غنقلبها. ها نتوما، انا غنوريكم الطريقه ديال الخبيز، راه حتى طريقه الخبيز حتى هي راه مهمه بزاف.
صافي الاخوات، بقاو تقلبوا فيها حتى كتقادوها في الطياب. صافي البنات، انا ندير معكم واحده اخرى. راه هذا الفيديو هذا ما نقصت فيه حتى شي حاجه، غير باش تعرفوا الطريقه ديال الخبيز. تعرفوا انا راه كاين اللي حتى في الهزه ما كيقدرش يهزها، كيدير كاغي الزبده وكتقرصوها فيه باش كتجيكم سهله بالنسبه للمبتدئات. اما اللي بحالي وبحال تبارك الله اللي مولفين كتجيهم عادي. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. باش تعرفوا العجينه ناجحه، راه كيدير حتى داك الفرقعات مع الجوانب ديالو، كتعرفوا بان البطبوط راه ناجح 100%. هانتوما البنات كنقرص فيه وتبارك الله العجينه دايره راه كلشي على العجينه. العجينه الا كانت مدلوكه وكانت زوينه وراخيه راسها وعارفين كيفاش ديروا، راه غيجيكم بحال الشكل ديالي اللي درت لي انايا. راه تبارك الله ما شاء الله ما غاديش يجي يحشمكم. غديروه عينيكم مغمضين. غير تبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنسونيش الاخوات من اللايك ديالكم ومن الابوني. الله يجازيكم بخير. وواحد التعليق زوين اللي يخليني نصور وزعما الا عطيتوني شي تعليق زوين محفز راه انا كنفرح وكنقراه. وشكرا لكم على المشاهده ديالكم. كل واحد اللي تفاعل ليا في القناه ديالي شكرا ليه بزاف بزاف. الله يعطيكم قصر في الجنه يا ربي. شوفوا الاخوات كيفاش كيجي تبارك الله ما شاء الله. هانتوما بحال شكل الشفنج تبارك الله ما شاء الله كيجي زوين. الا تبعتوا الطريقه اللي درت في الفيديو، غير تبعوا الطريقه ما تجروا لا خط لا والو، راه غادي ينجح معكم ان شاء الله هذا الشيء. وبالنسبه لطريقه الخبيز راه ما قطعتش، قلت لكم الفيديو باش تشوفوه على حق طريقه كما درت له. شوفوا البنات كي يدير الفرقعات من الفوق عاد قلبوها من جوج شويه هكا وتبقاو طيبوا فيها باش يجيكم محمر ويجيكم زوين. والبوطه قلت لكم ما تكونش مجهده بزاف، تكون موين القياس ديالها، وتبقاو مقابلينه ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش ليكم. نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم ونكون في حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وديروا لي البارطاج مع الاحباب والاصدقاء والاخوات ديالكم اللي بغات الشير المزابي. هانتوما راه ساهل ماهل في العجينه ديالو في كل شيء. يعني ما تبقاي لا تدلكي لا تخبطي في العجينه لا والو. يعني راه هانتوما العجينه قدامكم تبارك الله كيجي فن. يلا البنات للطبق التقديمي ان شاء الله. صافي البنات انا ساليته البنات. انا ما بغيتش البنات ندهنو. شوفوا كيجي رطب تبارك الله غزال. ما بغيتش ندهنو لان انا دابا خبزته قبل من حيت صايمه هذا النهار الله يقبل شوال. قلت انا ما ندهنوش، خليه حتى وكان يأذن المغرب وندهنو باش ما يشربش ليا الدهين دابا. شوفوا البنات كيجي غزال ورطب وبحال شكل الشفنج. نتوما دهنوه بالعسل بالزبده بزيت العود اللي بغيتو. شوفوا البنات كيجي غزال ما شاء الله. ها نتوما كنقرب ليكم يعني كيجي تبارك الله مدلوك وكيجي كالشهده. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله وديروا بحاله. يلا البنات بالسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. شكرا على المشاهده. الله يحفظكم.